السلام عليكم. يتبقى الاهلي كولر 3 اهداف ليصبح اكثر نسخه سجلت اهداف في موسم واحد تاريخيا، وبكده يتخطى حسام البدري في موسم 2017 واللي سجل وقتها 101 هدف. وترتيب النسخ الاكثر تسجيلا في موسم واحد حتى الان: البدري 101 هدف، كولر 99 هدف، فايلر 94 هدف. ترانسفير ماركت كاتبه ان ارتفعت القيمه التسويقيه للعيبه الاهلي بعد نهائي افريقيا. ديانج من 4 مليون ل 4.5 مليون يورو، عبد المنعم من 2 مليون يورو ل 3 مليون يورو، حمدي فتحي من 1.5 مليون يورو ل 2 مليون يورو، ومروان عطيه من 400 الف يورو ل 1.2 مليون يورو، ومحمد هاني من 800 الف يورو ل 1.2 مليون يورو. الشحات من 800 الف يورو ل 900 الف يورو، ودي حاجه مفاجئاني بصراحه لان هو بصراحه سوبر ستار، المفروض ياخد رقم اكبر من كده بكتير. وكهربا من 700 الف يورو ل 800 الف يورو، وبرده كان المفروض ان القيمه التسويقيه بتاعته تعلى اكتر من كده بكتير. متخيلين ان الاهلي في الموسم ده في 14 مباراه فاز فيهم بثلاثيه، والاهلي سجل 42 هدف ودخل مرمى واحد، باختلاف قوه المنافس. وارقام كولر مع الاهلي حاجه رعب بصراحه. اي حد واي منافس هيجي يقابل كولر هيزعل وهيجيب ناس تزعل. الخبر بقى اللي مجنن كل الناس، خبر واحد بس عن امام عاشور ان هو جاي الاهلي، خلى جماهير الزمالك شدت في شعرها وبقت هتتجنن وهترمي نفسها من البلكونات. خلى جمهور الزمالك باعلامه باي حد يشدد له خايف ومرعوب، وركبه بتخبط في بعضها. لو عاملين فيها اشباح ومقطعين بطايقكم، ده انتوا طلعتوا غلابه قوي. مرتضى منصور بيقول لك عبد الغني ده اللي راكب بي ام ده كان بيجي النادي بتوك توك. نهاركم اهلاوي، اهلاوي انا والفخر ليا. سلام عليكم.